السلام عليكم الخوت، كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيان. اليوم حاولت اني نبدل الفكره شويه، فضل ان الاخبار ديال الوداد فقليله اليوم، وقررت في الفيديو نعطيكم اغلى 10 الصفقات اللي تموا حاليا في الميركاتو الصيفي في الكره العالميه. فلا عجبتك الفكره خلينا واحد لايك، بقى لي نقول لكم نبداو. ونبداو كيف العاده باغلى صفقه كاينه حاليا في الانتقالات الصيفيه اللي دارها نادي ليفربول بعد ما تعاقد مع اللاعب الالماني فلوريان فيرتز قادما من نادي باير ليفركوزن، وهذه وحده من اهم الصفقات ديال ريدز ليفربول في السنوات الاخيره. وهذه الصفقه بالضبط اللي كان عليها صراع كبير خاصه مع الغايم ديال النادي مانشستر سيتي، ولكن قدر انه يحسمها ليفربول والاداره ديالو، واللي كلفات الخزينه ديال النادي 125 مليون يورو. كتشابه هي اغلى صفقه حاليا في هذا الميركاتو. نمشيو دابا لثاني اغلى صفقه اللي كاينه حاليا في الميركاتو واللي دارها مانشستر يونايتد بعد ما تعاقد مع اللاعب البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من نادي وولفرهامبتون الانجليزي، في وحده من الصفقات باش يرجع يونايتد المجد ديالو لا محليا ولا اوروبيا. لا شفنا كونيا في الموسم الماضي لقوا على انه قدم اداء اللي كبير مع الولف وقدر انه يعتقهم من الهبوط. فهاد الصفقه كلفت اداره اليونايتد 74 مليون يورو، وهي ثاني صفقه حاليا. نمشيو دابا لثالث على صفقه حاليا في الميركاتو واللي دار فريق نادي ارسنال بعد ما تعاقد مع اللاعب الاسباني مارتن زوبيميندي قادما من نادي ريال سوسيداد. هذا اللاعب اللي كان العين من ارتيتا لعده سنوات، ولكن النادي يلا حسم هذه الصفقه خاصه بعد ما تعلن انه توماس باتي غيمشي بحاله من النادي. هذا اللاعب زوبيميندي كذلك كان ريال باغا في واحد الوقت، ولكن الاداره ديال ارسنال قدرت ان تحسم الصفقه، وهذه الصفقه اللي كلفت الاداره ديال النادي 70 مليون يورو حاليا. نمشي دابا الصفقه الرابعه واللي هي الصفقه اللي صدماتني حاليا في الميركاتو فاش شفتها، هي اللي دار نادي القادسيه السعودي بعد ما تعاقد مع المهاجم الايطالي ماتيو تشيغوي قادما من نادي اتلانتا بيرغامو. فصفقه اللي مفاجئه، فاحنا كندوي على هداف الدوري الايطالي في الموسم الماضي واللي ماركا 25 بيت، واللي كبار الانديه في الطاليان كانوا باغينهم، ولكن الفلوس عنده راي اخر. في القادسيه قدر ان يحسم الصفقه ب 67 مليون يورو. في المرتبه الخامسه غلقوا الصفقه اللي دارها البلوز تشيلسي بعد ما تعاقد مع النجاح الانجليزي جيتشينس قادما من نادي بروسيا دورتموند. هذا اللاعب اللي في واحد الوقت كانت عليه كلام بلي ان البارسا باغا تجيبو، وتفرج في هذا اللاعب الصراحه عنده امكانيات كبيره ولاعب اللي خفيف، وفي هذا الموسم كان ماركا على ريال في دوري الابطال في ملعب سانتياغو برنابيو. هاد الصفقه اللي كلفت الاداره ديال النادي 64 مليون يورو. في المرتبه السادسه غلقوا الصفقه اللي دار نادي توتنهام بعد ما تعاقد مع اللاعب الغاني محمد قدوس قادما من نادي ويست هام. صراحه توتنهام حاليا داير ميركاتو اللي محترم، فخاصنا ان الفريق عنده من هنا لواحد الايام قليله سوبر اوروبي ضد باريس سان جيرمان، وفي الموسم المقبل غادي يلعب دوري ابطال اوروبا بعد ما في الموسم الماضي ربح اليوروبا ليغ. فلا شفنا هاد الصفقه فكلفت الاداره ديال النادي 64 مليون يورو، وقدوس غيزيد واحد القوه الهجوم ديال توتنهام. في المرتبه السابعه لقاو عندنا الصفقه اللي دار نادي تشيلسي بعد ما تعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادما من نادي برايتون الانجليزي. كاملين شفنا الاداء اللي قدمه جواو بيدرو في كاس العالم للانديه، لعب جوج الماتشات ماركا فيهم 3 ديال البيوتا وبيت انسيك في بيت، خاصه الهدف الحاسم اللي ماركا في نهائي كاس العالم للانديه امام باريس سان جيرمان. فبالنسبه لي انا بيدرو يقدر يحل المشكله ديال تشيلسي في الحربه بعد ايامات ديال دروغبا. فهاد الصفقه كلفت الاداره ديال النادي 64 مليون يورو. في المرتبه الثامنه غلقوا الصفقه اللي دارها ريال مدريد بعد ما تعاقد مع اللاعب الاسباني ديان هويسون قادما من نادي بورنموث الانجليزي. الصفقه اللي دارها ريال باش يحل المشاكل الدفاعيه اللي كانت في الفريق في الموسم الماضي. خاصنا كنعرفوا على ان هويسون لاعب اللي ذكي بالكره وبلا كره وكيعرف يلعب بالقدم ديالو، وغيتماشى مع التكتيك ديال المدرب ديالو تشابي الونسو. هاد الصفقه اللي كلفت الاداره ديال النادي 63 مليون يورو. اما في المركز التاسع غلقوا عندنا الصفقه اللي دارها نيوكاسل يونايتد بعد ما تعاقد مع الجناح السويدي إيلانغا قادما من نادي نوتنغهام فورست. إيلانغا لاعب اللي سريع ويشكل واحد الثنائيه اللي قويه مع اللاعب انطوني غوردون في خط الهجوم ديال نادي نيوكاسل يونايتد. هاد الصفقه اللي كلفت النادي 61 مليون يورو. اما في المرتبه العاشره فغلقوا عندنا الصفقه اللي دار نادي توتنهام بعد ما تعاقد مع اللاعب الانجليزي مورغان جيبس وايت قادما من نادي نوتنغهام فورست. فجيبس وايت في الموسم الماضي قدم اداء اللي كبير وكان واحد من افضل اللاعبين في المركز ديالو
في الدوري الانجليزي، وغينفع توتنهام في هذا الموسم. وعقلوا عليها فين قلت لكم هاد الصفقه اللي كلفت النادي 60 مليون يورو. فانا الخوت تكون انتهى الفيديو اليوم. كنتمنى انكم يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم خلوا لي واحد لايك. هادشي ما كان قال لي نقول لكم تهلا.